يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. لسه صاحية النهاردة رايحة الشغل، وانتوا بتحبوا الروتين بتاع الشغل، فيلا بينا ناخد اليوم من اوله. انا ما عملتش اي حاجة غير الفطار اهو. توست متحمص بالجبنة القريش، وحتة كابوتشا صغننة عشان هي سعراتها عالية، وبضاية. وعملت كمان كوباية قهوة متينة، استنى اوريها لكم اهي. قهوة باللبن. انا عارفة هي مش صحية الصبح، بس انا ايه، ما اقدرش استغنى عنها. يلا بينا. هاكل وهلبس وهشارككم اليوم بإذن الله. خلاص خلصت اهو. هلبس بس الكوتشي، وواخدة معايا الجاكيت ده، هو كله غامق في غامق بس يعني هو مودي جاي كده. وهلبس شنطة لونها فوشيا بتاعتي اللي انتوا عارفينها، هتفتح الدنيا اهو. والميك اب النهارده اهو. ايه رأيكم؟ ولميت شعري كده علشان شعري تعبان جدا، عشان عملته ورا بعض كذا مره. عايزه اقول لكم الشمس طالعه بره، وحاسه ان انا مش هستحمل اللي انا لابساه ده اصلا. يلا، باي. جيت انزل، ببص كده بالصدفه على الشباك اللي انا فاتحاه، البلكونه، شباك البلكونه، علشان اهوي. لقيت ايه بقى؟ لقيت ان في غسيل. طبعا لو سبته زي ما انتوا شايفين الغسيل كله فاتح، لو انا سبته هترجعوا من بره تلاقوا الغسيل دوت، يعني بصوا، معجن التراب. معلش على صوت الكتل، عشان انا بعمل كوبايه نسكافيه جامده وانا بسجل لكم الفيديو، علشان اسجله لكم بمزاج كده، احنا مش اغراب يعني. احضروا معايا. اخدت كده استراحه محارب صغنون، وعايزه اقول لكم الجو يعني قالب قلبه محترمه. قلت اسجل معاكم كده شويه. طلعت بره اسجل معاكم، ولسه هشوف بقى الدنيا هتمشي معانا ازاي النهارده. وجوزي عمل خطه لليوم كده، مش عارفه هتمشي ازاي. هنشوف مع بعض كل حاجه. مش عارفه اعلي صوتي. عايزه اقول لكم دي تاني استراحه محارب ليا. في وسط الشغل كده. آه بحب اخد شوية راحة كده صغننين، اشرب حاجة، افصل. هنا كده كنت خلاص بعد اليوم اللي اتهلكت فيه دوت، كنت مروحة اهو في الميني باص، وكنت غيرت ضوافري، فكنت بوريها لكم، كانت عجباني جدا. كذا حد سألني عليها. روحت طبعا لقيت جوزي. يا جماعة جوزي ده مش عارفه اقول له ايه، ربنا يخليك لينا يا حاجه صاحب البيت. لقيته عامل لي مفاجاه، وقال انا لقيتك مشغوله كده وشقيانه وتعبانه، فقلت ايه، اجيب لك الاكل اللي انت نفسك فيه. هنا كده كنت يعني بصوا خلصت من الشغل اهو وروحت، واشتغلت كمان في البيت. اشتغلت، كان معايا حد، مش حد غريب يعني، اللي بيجيلي البيت وكده. فكنت بعمل الشغل بتاع اللي كان معايا دي يعني، وخلصت. عايزه اقول لكم انا بوريكم بصوا اللي بيحصل معايا بالتفصيل، لان انا بشارككم الروتين بتاعي زي ما انا بكتب لكم في العنوان. اللي بتخشوا تلاقوه، اللي بتلاقوه مكتوب في العنوان بتخشوا تلاقوه من جوه. ف بوريكم اللي انا عملته بالتفاصيل كلها. يعني عندكم كده، انا ديني اهو خلصت وهقوم هنعمل مع بعض عجينه البرجر، وهوريكم برضو تفاصيلها. عايزه اقول لكم ايدي كنت بنزلها كده كل شويه جنبي، بسبب ان هي تعباني جدا جدا، لان بسبب التوطية عندي مشاكل في غضاريف الرقبه، بسبب القعده والتانية اللي انتوا شايفينها دي بتجيلي بوجع كده في رقبتي. عندي فقرات الرقبه ضغط على بعض، بتعمل لي زي تنميل في ايديا الاتنين. بصوا ايدي كانت وجعاني جدا. هنا كده كنت خلصت، قمت كده عشان اعمل عجينة البرجر. كنت بله، ده نص مفروم، ببل عليه كوباية فول صويا، كوباية من بتاعة المية، وبتسيبيها لما تنفش خالص. بحط عليها معلقتين بقسماط. انا عاملة الطريقة بتاعته معاكم في الفيديوهات اللي من تحت دي، يعني هتلاقوا التفاصيل كاملة.
لاني لما بعمل التفريزات والحاجات دي بتنفعني بعد كده. كمان نص كيلو بحط عليه معلقتين كبار كده زي ما انتم شايفين من خلطة البرجر بتاعة ماجي. عايزة اقول لكم دي بنفس الطعم والريحة بتاع البرجر بتاع بره بالظبط. بحط بابريكا، 7 بهارات، رشات خفيفة كده، وحتة شطة صغنونة كده عشان يبقى ليه طعم، وبكسر بضاية كده زي ما انتم شايفين. كسرت كده البضاية، كنت بملى ازازة المية وابتديت اقلب كل ده، واخدت كمان نزلت الكبة وحطيت فيها الفول الصويا. طبعا ما ننساش الملح والفلفل يعني عشان انا بس نسيت اقولهم. عايزه تحطي جوز الطيب حطي، انا بحب احط رشه خفيفه برضو. بهاري كويس. ما تنسيش ان الفول الصويا، عايزه اقول لكم اللي قدامكم كتير قوي ده كده، دي كوبايه بس منفوشه، الميه بتنفشه. ما تنسيش زي ما بقولك كده تبهري كويس علشان الفول الصويا ده مش متبهر. انا ساعات بحط عليه ملح وفلفل هو لوحده، ولو انا ظابطه الملح بتاع اللحمه مش ببهره، يعني ممكن ابهره بس من غير ملح، بس هو لما بيتبهر لوحده بيبقى طعمه جميل جدا على فكره. عجنت كده الكفته لانها لازم الكفته تتعجن بالايد، لازم علشان تخليها تعمل العروق دي اللي هي بتلاقوها ما بينها وما بين بعض دي، ما بين بعض اللحمة يعني، عشان بس تبقوا فاهمين كلامي. هنا كده ابتديت احط اللحمة في الكبة على الفول الصويا. بصوا يا جماعة، عايزاكوا ترشحولي نوع كبة حلو يكون حد فيكم جربها، علشان انا هجيبها، بس هقولكوا المواصفات اللي انا عايزاها عشان هجيبها. شايفين نص كيلو عمل قد ايه؟ ما عنديش المناديل اللي هي الاكياس دي، فانا هقصقص اكياس من اللي عندي، وهشكل في غطا البطرمان. عايزه اجيب المكبس بتاع البرجر، بس انا بصراحه يعني مش بهتم قوي حوار اكياس البرجر دي، مكبس البرجر، لاني انا بتصرف فيه يعني، بس هبقى اجيبه عشان الشكل وكده. وبقصها كمان من الجنب عشان تتفتح. بس وهحطه في الفريزر وبتشتغلي منه على طول. لو عايزه الطريقه بالتفاصيل هتلاقيها انا عاملاها على القناه بالتفاصيل، انا بس بشارككم اليوم معايا عشان تبقوا شغالين معايا اليوم من اوله. بصوا طريقه البطرمان، انا بعمل قد الغطا ده اهو، بحط الكيس كده اهو تمام كده، وباخد قطعه وبكورها. هو اصلا متماسك جدا، شايفين ريحته تحفه والله، ريحته يعني بصوا خطيره زي بتاع بره بالظبط. اعمليه كده واضغطي عليه باي حاجه، اي حاجه، كوبايه، بطرمان عندك، غطاء اصغر من غطا البطرمان. لو عندك المكبس اكيد كلنا عندنا، انا كان عندي واحد بلاستيك بس مش عارفه راح فين، انا مش عارفه يعني، يا ضاع يا اتكسر مني وانا رميته، عشان انا بنسى كتير بصراحه. عملت معاكم كمان بالجبنه الموتزاريلا. تليفونك بيرن يا ماما. ايوه بس الو اهو، وبتقلبيه كده بالشكل ده اهو، كأنه في المكبس بالظبط، بس احنا هنجيبه برضه عشان ما نتعبش نفسنا اهو. بس هخلص الطريقه كلها واشيلها في الفريزر واستخدمها على طول. بس بصوا خلصته اهو، عمل 14 قطعه، وعايزه اقول لكم قطعه كبيره وتخينه. بصوا قد ايه، مش هتجيبوها من بره كده ابدا. بصوا شايفين بصوا التخن، شايفين قد ايه خطيره يا جماعه. انا عايزه اقول لك لو انتي خففتيها عن كده شويه ممكن يرمي معاكي اكتر من كده. انا عاملاه كبير كده كله، ودي اخر قطعه اتعملت صغنونه كده.
حطيه في التلاجة يشد وطلعي استخدمي منه براحتك. ولو حابه تعمليه بالموتزاريلا شوفي الفيديو اللي انا كنت عاملاه فيه، خطير. هجيب الكبة، عايزة حاجة كبيرة وتكون سريعة يعني تشيل كتير، بكلمكم عنها في فيديو تاني. ده كده الشغل اللي انا عاملاه، بوريكم شغلي اهو. ده كان لون موف جليتر او اسمه ديسكو يعني في المجال، يعني اسمه كده. هو مش بيبقى شديد قوي كده، حتى هتلاقوا برضو اللي في ايديا منور. بصوا انا كنت موريهولكوا في الاضاءة كان عامل ازاي. هو في الطبيعة مش بيبقى منور قوي كده، بس هو الفلاش بيخليه يضرب جامد كده. خلاص كده برضو الغسيل اهو نشر واتظبط. عايزه اقول لكم الجو طالع شمس والجو جميل. بصوا وهوا جامد، بصوا الهوا موقع الغسيل ازاي اهو. عملت لكم روتين لطيف كده وخفيف. بصوا يا جماعه، عشان الفوط اللي انا بقول لكم ان انا بصفي عليها الاكل اللي هخزنه، شايفين مغسوله مع الابيض مغليه اهي، واهي واهي، ودي كمان اهي. الفوط دي مغلية، انا بغلي على 90، بالذات الابيض بتاعي كله. اديكوا شايفين شكله اهو، من غير زهرة ومن غير اي حاجة. حتى بصوا مكرمش ازاي من الغلية اهو. دي استنوا كده، بصوا شايفين في الاضاءة، شايفين منور ازاي. استنوا لما عليكم الكاميرا، شايفين شايفين الزهزهة بتاعته، بصوا مزهزه ازاي. دي الاوشش بتاعت المخدات او الوش، يعني الوش بتاع المخدة. مش عارفة انتوا بتقولوا عليها اوشش ولا وشوش ولا ايه، مش عارفة اسمها يعني اهو. فكل ده مغلي، مغلي مع فوط برضو اهي، فوط اهي، وكياس مخدات، كل ده والبياضات اهي. زي ما انتم شايفين الحاجة زي الفل اهي. انا بوريها لكم بس يعني عشان المصداقية بتاعت كلامي تبقوا واثقين فيها. دي غير الفوط اللي بمسح بيها الرخامة، غير الفوط اللي انا بلمع بيها الحيطان او البيبان او كل الكلام ده. الفوط دي والملايات القديمة اللي مثلا بفرشها على الارض وناكل عليها، كل ده بيتغلي برضو بس مع بعضه، مش مع فوط والكلام ده، لان ده انا بحط عليه الاكل اللي احنا هناكله، زي بسله بفرزها، جزر بفرزه. الحاجات اللي انا بحتاج ان انا اشطفها وارجعها على فوطه تتنشف، مش بحطها على اي فوطه. دي الفوط دي من ساعه ما انا جبتها وهي للاكل فقط. شايفين حتى شكلها ازاي. فكده احسن يا جماعه ومريح ليكوا وامان ونظافه. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، هتعجبكم قوي. تعالوا اوريكم. بصوا اليوم اللي حصل فيه المطره. بصوا تعالوا، شايفين الاكياس اللي انا عملتها معاكم اللي كنت بحكي لكم عليها؟ شايفين الكيس اهو، شايفين التراب اللي عليه، شايفين المنظر، شايفينه. كل ده بقى كان هيبقى على المشابك، وانتي تاخدي المشابك وتقومي منشره بيها. طبعا لما المطره مطرت بتنزل على السبت اللي هو اللي هنا ده، اللي على جنب مش الناحيه التانية. فرحت حط عليه ايه القماشه دي علشان الخشب ما يعفنش او ينزل لون ويطبع في الغسيل اهو كده. انا عامه طول الشتاء بغطي دي اساسا يعني، لان التانية تعالى اوريها لكم. بصوا التانية اهي، دي اللي ناحيه الستاره، فما فيش حاجه بتنزل عليها اهي، مش مغطياها. فبصوا شايفين المشابك نضيفه زي الفل ازاي جوه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم، مش هتندموا ابدا. الفيديو اللي جاي هنعمل السماد بتاع الزرع، وهنسمد مع بعض السماد اللي جوزي جابولي اللي قلت لكم عليه. وبس، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه. هنا كده بوريكم حالة الزرع عاملة ازاي وانه محتاج سماد. وبصوا ورقة كبيرة قوي قد ايه اصفرت، طبعا عشان موسم التساقط وكده. وبس، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش ان احنا لازم نشيلها. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.